نهار التنين غنبدا الريجيم، الشهر الجاي غندخل لاصال. الدورة التانية كنوعدك، الدورة التانية غادي نزير راسي ونجيب نقط واعرين. نهار الجمعة غنبدا الصلاة. صافي هاد رمضان اللي جاي صافي قررت غادي نختم القرآن وغنبدا الحفظ. شحال من مرة سمعتو هاد الهضرة عافاكم، أنا مزوقة ولا بالأحرى خليوني نبدل الصيغة ديال السؤال باش يكون صحيح أكتر. شحال من مرة قلتو ولا قلنا بحال هاد الهضرة، حصلتكم ياك. حبايبي الأعزاء، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم. كيف العادة السموحات كنغبر عليكم وعارفة راسي ولكن عارفاكم عذريني. اليوم فيديو من القلب، موضوع مهم جدا لا يقل أهمية على المواضيع اللي فاتوا. ركزوا معايا، عطيوني الودينة وعطيوني الخاطر، نتمنى ديروا الكيت وتسمعوني في شي بلاصة مكالمية باش تسمعوا مزيان. وكيف العادة كنتمنى تخرجوا منه من الفيديو طبعا فائدة وعبرة، ولو غير شوية ولو قليلة. بلا ما نزيد نطول عليكم ونبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. أنا متأكدة أن المقدمة اللي بديت بها هي عبارة عن وعود كاذبة أو فيها بزاف ديال الوعود الكاذبة اللي كاملين سمعنا بحالها بزاف ديال المرات ومن عند ناس قراب لينا، وكنشوفوهم قدامنا وعايشين قدامنا. وكيف العادة كنشوفوا أنه حتى حاجة من ديك الهضرة ما كتحقق وحتى حاجة من هادشي اللي قالوا ما كيديروه. وحنا براسنا كنوعدوا راسنا بشحال من حاجة، ولكن مع الأسف كنبقاو اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى كيفوت الوقت وما كنديروهاش. المشكل ماشي هنا، عرفتوا المشكل والطامة الكبرى فين كاينة؟ هو أننا كنبقاو نأجلو شي أمور اللي ما صالحش أنها تأجل، ما يمكنش تأجل. بحالاش؟ بين قوسين الصلاة. الصلاة اللي كنبقاو نأجلوها، نهار الجمعة نبدا الصلاة، نهار الاثنين نبدا الصلاة، صافي غدا غنصبح نصلي، صافي هاد الفجر غادي نوض نصلي. بحال أنا وأنت وحنا كلنا ضامنين راسنا. عطيني الضمانة اللي عندك، شكون اللي كشالك وقال لك غتبقى عايش حتى الجمعة الجاية ولا حتى السيمانة الجاية ولا حتى الاثنين الجاي ولا حتى الغدا في الصباح ولا غير من دابا شوية؟ فين هو الضمان؟ شكون اللي ضمن لك؟ يمكن نستهنوا بواحد الأمر اللي هو خطير جدًا ونبقاو حنا بحال زعما ضامنين العمر حتى يوصل داك الوقت اللي برمجناه حنايا، عاد نوض ننفذ أنايا هاد الأمر ولا هاد الفريضة اللي واجبة عليا. اش هاد العبث كنديرو الله يهدينا. فإذا كنتِ عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة من هاد النوع ديال الناس، فنبغي نعلمك أنك كتعاني من اضطراب سلوكي يسمى التسويف. نسبة لكلمة سوف، يعني تسويف جاية من كلمة سوف. سوف أقوم بالأمر، سوف أفعل ذلك فيما بعد، سوف أؤجل هذا العمل، سوف. من هنا جاية كلمة التسويف. ونبغي أيضا نبشركم كيف العادة أنا ماشي بوحدك، عندك بزاف، عندك أعداد، وطبعا أنا من داك البزاف أكيد، لأننا ديما كنجاوبوا من التجارب الشخصية. إذا شنو هو هذا التسويف؟ كنفهم شنو هو التسويف، وباش نعرف واش أنا بصح مسوّف ولا غير أنا مشغول، يمكن عندي انشغالات وما كنلحقش نكمّل الشغالات ديالي، فهذا ماشي كيمكننيش أنني أنا مسوّف. في هذا الفيديو غادي نوريك الفرق، وإلا فرضًا كاع أنا مسوّف كيفاش نتغلب على هذا المشكل، كيفاش نواجه هذه القضية وما نبقاش كنأجّل وندير الأعمال المؤجّلة. آآ هادو هُما التساؤلات اللي غادي نحاولوا أننا نجاوبوا عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله. ونتمنى نتوفق في أنني نفهمكم الموضوع ونوصله لكم بطريقة بسيطة. إذا كجواب على الأسئلة اللي طرحناها، أول حاجة هي مفهوم التسويف، مع أنه واضح على ما أظن جدا وكنعرفوه مزيان لأننا كنعيشوه وكنعاشروه في حياتنا بزاف، لكن غادي نشرحوه باختصار. سيدي ولعل التسويف هو تأجيل مهمة مهمة، تأجيل مهمة مهمة، يعني نأجل واحد الشغل ضروري ما خاصوش يتأجل، وفي بلاصتو اش كندير؟ كنمشي ندير واحد الحاجة أخرى تافهة ما عندها حتى علاقة بالموضوع ديالي أنا أولا بداك الشغل ديالي أولا بديك الخدمة ديالي. نعطيكم مثال، عندي مثلا واحد الخدمة خاصني نديرها أولا شي بحث مثلا تبعي أولا شي موضوع خاصني نكملو على أيا، المهم شغال خاصني نكملو، ونضت ووجدت هداك الشي اللي غادي نحتاجو كلّو مثلًا بيرو ووراق وبيسي وقهيوة ديالي وأي حاجة ممكن أنني
نحتاجها باش نكمّل هاد الخدمة، ووفّرت جميع الظروف الملائمة باش أنني نبدا. ونويت، قُلت بسم الله. فجأةً كيجيني واحد الجوع، شوفوا كنهضر معاكم من شخصي راه هادشي كيوقع لي، كيجيني واحد الجوع غريب مع أنني عاد كليت، واحد الرغبة ملحة في أنني ضروري خاصني نوض ناكل، يعني كيوليو يتسدّوا بوحديتهم بالنعاس بحال شهر ما نعساش، مع أنني ناعسة مزيان ومرتاحة. كيوقع لكم هادشي ياك؟ حتى نتوما. سبحان الله حتى كتفكّر واحد الشخص 5 سنين ما هضرتي معاه كيقول لك عقلك نوض نعيط على داك السيد مسكين ما عرفتو حي والّا مات، نوض نشوفو. كيجيك الحنين لواحد التقشيرة ديالك موضرة هادي 6 شهور في شي قنت كتنوض تقلّب عليها، وبلا ما تقولوا لي هادشي ما كديروش، راه حنا هادشي كنديروه كاملين. علاش؟ بهدف واحد هو أننا نتهربوا من ديك المهمة اللي تابعانا، هذا هو التسويف، صافي باختصار، هذا هو التسويف. ولكن علاش؟ علاش كنتهربوا من الأشغال والمهمات اللي تابعيننا؟ علاش ما كنقضيوش شغلاتنا في وقتهم؟ علاش كنجمعوهم علينا؟ هو في الحقيقة وفي الواقع كاين بزاف ديال الأسباب اللي كتخلينا نأجلو ونسوفو حتى كيفوتنا الحال، ولكن غنذكر لكم أهمها وانطلاقا من تجارب شخصية كيف ديما. غادي نعطيكم الأسباب الأساسية والمكررة عند أغلب الناس باش تقدروا تفهموا الموضوع كيفاش داير. أول حاجة المسؤول على المماطلة ولا التسويف هما نفس الحاجة، هو أنت وأنتِ وأنا، دماغنا هو المسؤول، ماشي الوقت، ماشي الضغط، ماشي كثرة المهام. علاش؟ علاش دماغنا هو اللي مسؤول ماشي هاد الشي؟ يعني العامل عامل داخلي ماشي خارجي، وغنفهمكم كيفاش. لأن دماغنا مصمم باش يحمينا، أي حاجة كديرها ممكن تحسّسك بالتعب، بالعيا، ب بعدم الراحة، دماغك كيإيفيتيها لك، يحاول ما أمكن أنه يحيدها لك من الطريق. واخا؟ حيت هو في المقابل اش كيدير؟ كيشجعك أنك دير داك الشي اللي ولفتي ديرو، داك الشي اللي مولف ديرو بقا كديرو، علاش غادي تبدل لنا؟ علاش غتبدل لنا السيستم؟ هذا علاش؟ لأن النهار اللي كتبغي دير شي حاجة جديدة، خصوصًا إلا ما كنتيش في نهايتها غادي تاخد واحد المكافأة، يعني الريزولتا ديال ديك الخدمة اللي درتي غتبان ليك ديك الساعة، فكون أكيد أول واحد غيوقف ضدك وغيهاجمك وغادي يحبطك هو دماغك. علاش؟ لأنك كتخرّجو من الcomfort zone، وهاد الكلمة الcomfort zone فايت لي ذكرتها في الفيديو ديال إدارة الوقت، وكنت قلت لكم إلا بغيتو ندير لكم عليها فيديو بوحديتها لأن عالم وفيها بزاف ما يتقال. الcomfort zone هي منطقة الراحة، وبالنسبة للدماغ إلا خرّجتيه من منطقة الراحة فهذا خطر. خطر وخصو يوقّفك، كدير شي حاجة ما مولفش ديرها، كدير شي حاجة غريبة بعيدة على السيستم المعتاد اللي حنا مولفين كنديروه، إذا هنا دخلت عليا شي حاجة غريبة، وبالتالي وقف، كيدير قدامك جميع المبررات وجميع الحلول باش يبعدك من هاديك الحاجة الجديدة ويرجعك للcomfort zone، يدخلك لمنطقة الراحة عاوتاني ترجع تجلس تقوقع فيها. نعطيو مثال شهير بزاف، حيت في أول الفيديو بديت لكم بكلمة ديال أنني نهار الاثنين غنبدا الريجيم، حيت أنا من الناس اللي قلت هاد الكلمة بزاف في حياتي. آآ كتبغي دير الريجيم، قررتي أنك صافي مابقيتيش راضي على الوضعية ديالك، كتشوف الصحة ديالك ما هياش، والوزن غادي كيتزاد، وكتاكل ماكلة غير صحية، وبغيتي تبدا الريجيم، فأنت في العادة مولف كتاكل بزاف، وكتاكل في أي وقت، هذا علاش عندك السمنة وباغي دير الريجيم. كتكون مولف واحد النوع ديال الماكلة، ربما تكون حلويات أولا ماكلة الزنقة أولا. فنهار اللي كتقرر دير ريجيم، أول حاجة كيفكرك فيها دماغك هي أنك غادي تحرم من ديك الماكلة وديك المتعة، اللذة، ديك المكافأة اللي كتاخدها من بعد ما تاكل، هذه هي أول حاجة كتفكر فيها. وكتفكر داك الإحساس ديال الحرمان اللي غادي يجيك، وأنا غنبقى نشوف الحلوى وما ناكلهاش، وأنا غنبقى نشوف الخبز وما ناكلوش، وأنا يبقاو ياكلوا الناس قدامي وأنا ما ناكلش، وندوز نحدا بيتزيريا وما ندوزش ناكل بيتزا. هادو هما الأفكار اللي كيجيوك. علاش كيجيك بحال هاد الأفكار؟ ما كتفكرش في النتيجة، قليل واحد الفئة ديال الناس اللي كتفكر في الريزولتا وكتبدا تتخيل راسها في واحد الجسم رشيق ومرتاح وصحة مزيانة ونفسية مزيانة وما إلى ذلك.
علاش؟ أنا غنقول لكم، لأن النتيجة كاينة في المستقبل، هذيك النتيجة اللي أنت كتقلّب عليها كاينة في المستقبل، دماغك ما كيعرفهاش، ما عندوش فكرة مسبقة عليها، هاداك الشيء علاش هو ما عارفكش أنت راشق كيفاش داير. داكور، إذا هنا كيوريك هذاك الشيء اللي هو كيعرفو، كيجبد لك من مخازن الذاكرة ذكريات ديالك مع السمنة والقص والبنة اللي كتحس بها والفريت ولي صوص وكذا، كيوريك هذاك الشيء اللي باغيك تشوفو باش ما تخرجش من الcomfort zone. وحتى كاع إلا قاومتي أنت راسك وبغيتي تبدا الريجيم، كيبدا الجسم ديالك كيدير واحد رد فعل عنيف في الأول، والناس اللي فايت لهم جربوا الريجيم وتراجعوا عليه أولا قدروا أنهم يتغلبوا على راسهم، عارفين هذيك القضية في الأول ديال أعراض الانسحاب ديال السكر من الدم وديال الدهنيات وديال بحال واحد الإنسان مدمن كيبغي يقطع واحد البلية، نفس الأعراض كيجيو لهذاك الشخص اللي مولف كياكل وكيبغي يدير الريجيم. كيجيك واحد الجوع هيستيري وبزاف ديال الجوع والعيا والسخفة والفشلة وكتحس براسك أنك غادي يجيك هبوط في السكر وغادي طيح وغتسخف وما عرفتش غيطرى لك، وهو في الواقع ما بيك والو، كلها تهيؤات من دماغك باش ترجع لمنطقة الراحة، باش ما تخرجوش على المألوف، تفهمنا؟ تاني سبب هو أننا كتر المهام أولا أكترية المهام عفوا اللي كنسوفوهم وكنأجلوهم هما في الأصل مهام ما كنكونوش باغيين نديروهم. واخا هذا علاش كنعظموهم في راسنا وكنبينوهم كبار، كنعطيوهم واحد الحجم كبير، وأنا عاد غنوض وغندير ديك الحاجة وغنتريني وغنلبس حوايجي ونمشي لاصال وندير، أنا غنوض ونتوضا في البرد ونصلي، فكنبدا تثقل المهمة تثقلها حتى كيولي دماغك كيحس بها شي حاجة فوق الطاقة ديالك، ودماغك impossible يجيريك في شي حاجة اللي يعني يجاريك عفوًا أو يسايرك في شي حاجة اللي هو كيشوف فيها الخطر، وكيشوف بأنها متعبة ليك أنت، فاهمة؟ هذا علاش كنحسّوا بالخوف والدماغ كيخدم وضعية الدفاع وكيقلّب لك فاش تلهى باش ما ديرش هذيك المهمة، هذا تاني سبب. إلا قلنا السبب الأول هو الخروج من الcomfort zone، تاني حاجة هو أننا كنضخّموا المهمات أكثر من القياس، كنعطيوهم واحد الimage في عقلنا كبر من الحجم الطبيعي ديالهم. تالت حاجة هي أننا منين كنتشجعوا، وأنا متأكدة غادي تكونوا دوزتوا بحال هاد اللقطات في حياتكم، هي منين كنتشجع ندير واحد الخدمة اللي أنا كنكون كنسوّفها وكنكون عكزان عليها، كنبغي ندير كلشي ضربة واحدة، مهمة هي كبيرة وتجمعت عليا، ما كنمشيش نجزّأها لأ، ضربة واحدة خصني ندير كلشي ونسالي كلشي في نهار واحد. نعطيكم مثال، كتلقى تلميذ عام كلّه هو مرخي وضاربها بنعسة وما مسوّقش، النهار اللي كيفيق اش كيدير؟ كيجبد المواد كاملين ويبغي يقرا كاع داك الشي اللي فاتو، ويوجد يبريباري هداك الشي اللي جاي، ويجلس النهار كلّه هو مقابل الكتوبة، كتلقاه كيخدم الفيزيك والماط والعلوم والعربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والفلسفة، باغي يخدم كلشي وباغي يفهم كلشي ويدارك داك الشي اللي فاتو ويبريباري لداك الشي اللي جاي، وأنا البطل وأنا الواعر كيروّن كلشي وكيبقى النهار كلّه مقوقع فوق ديك الكتوبة، وطبعًا ما كيقدر يشد حتى حاجة من هداك الشي اللي راجع، وكيقول لك أنا درت اللي عليَّ، أنا قراية أنا كنبغيها بغيت نقرا والقراية ما بغاتنيش الغالب الله ما عندي ما ندير، حيت دماغه كيكرهو في القراية واللي يجي منها، والنهار اللي كيبغي يولي يتوقد ويراجع كيستحضر له دماغه داك الذكرى الأليمة، داك النهار الكحل اللي قيّلتي فيه كتحفظ وكتخدم وكتوجد، وفي التالي ما فهمتي حتى حاجة، النهار كلّه وأنت في تمارة وفي الآخر ما فهمتي والو. هكذا كيخدم معاك دماغك، فكتقول بالناقص عليَّ صافي، ما عندي ما ندير أنا بهاد القراية، أولا كتلقى مثلًا شخص ما كيصليش، أولا كيصلي ويقطع، والنهار اللي كيحيا فيه الضمير وكيفيق وكيبغي يصلي، اش كيدير؟ كينوض يصلي الفرائض والنوافل والقيم وينوض للفجر من النهار الأول وكيبغي يديرهم كاملين، كيبغي يولي إمام دفعةٍ واحدة، مزيان يجتهد الإنسان في الدين ماشي ما مزيانش، ولكن بالنسبة لواحد قاطع الصلاة مدة طويلة ويجي ويبغي يكلّف راسو ويدير كلشي دفعةٍ واحدة، فأكيد دماغك ما غاديش يتقبل هاد التغيير كلّه في مرة واحدة، دماغنا ما كيتقبلش التغيير، فبالتالي هاد الشخص كتلقاه كيصلي نهار ويقطع شهر، عاوتاني ملي يفيق فيه الضمير كينوض كيعاود نفس الغلط عاوتاني ويعاود يقطع. ليش راجع هاد الشي؟
راجع أننا ما فاهمينش السيستم ديال تكوّن العادات، لأن حياتنا داك الشي اللي كنديروه كلّه عبارة عن عادات. كيفاش تعلّمنا ناكلوا راه عادة، كيفاش تعلّمنا نمشيو عادة، كيفاش تعلّمنا نهضروا عادة، هي عادات كنتعلّموها. آآ كنوليو كنديروهم بشكل تلقائي لأننا اكتسبناهم في واحد المدة طويلة في حياتنا، وبالتالي كيدخلوا لمنطقة الراحة، فكيولي الدماغ كيتعامل معاهم بأريحية وما كيفكّرش، ما كيجبدلكش الماضي الأليم ديالهم أو لا أي حاجة. justement كتفكّر في واحد الحاجة باغي ديرها، أنت مولف كديرها، داخلة في الcomfort zone ديالك، صافي أوتوماتيكمون الدماغ ديالك كيتعامل معاها وكيتجاوب معاك وكيساعدك أنك تقوم بالمهمة. وبالعكس كتولي هذيك الحاجة واحد الحاجة اللي هي ضرورية، إلا ما درتيهاش كتحس بلي نهارك ناقص. واخا هذه نقطة وحددناها وهضرنا فيها وهضرنا في الأسباب، وعرفنا شنو هو التسويف وشنو هي الأسباب ديالو. أيوا، وباش نعرف راسي واش أنا مسوّف والّا لأ، ياك حنا عايشين في عصر السرعة وضغوطات الحياة كتيرة والوقت كيجري ما فيهش البركة يا لطيف، ويمكن أنا ماشي مسوّف، أنا غير مشغول، أنا يا ما مساليش مشاغل الدنيا ما كنساليش معاهم وحاجة ما كتلحق على حاجة، هذا اللي كاين. أوكي، أنا غنقول لك شنو الفرق ما بين الشخص المشغول والشخص المسوّف، أولا بالأحرى باش نحددوها ونسطروا عليها بستيلو أحمر تكون واضحة مزيان. آآ كيفاش تعرف راسك مسوّف؟ باختصار، إلا كنتِ كتبدّلي مهمة ضرورية بشي حاجة اللي هي تافهة وتخلّي الشغل الضروري حتى تحط أمام الأمر الواقع وتخاف وتخلع حيت ما بقاش ليك الوقت، هنا كتعرف راسك أنك مسوّف. لأنه علاش؟ ملي كتكون عندي مهمة متبوع بها خصني نديرها، فأنا راه كيكون عندي الوقت الكافي باش ندير هاديك المهمة، ولكن منين كنبقى اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا وما كنديرهاش حتى كيوصل لواحد الوقت محدد اللي كيزيّرني باش أنني ندير ديك المهمة، فهنا عاد كنوض نديرها، فهنا نعرف راسي أنني مسوّف. نعطيكم مثال آخر، حاولت نعطيكم أمثلة مختلفة إلا لاحظتوا، مجموعة ديال الحوايج في القراية، في الدين، في الصحة، وغنعطيكم هاد المثال ديال بالنسبة للأمهات، كتلقى مثلًا آآ عندها مسؤوليات الله يحسن العوان، عندها وليدات وهذا وبزاف ديال الأمور، ولكن كتلقى أن دارها محتاجة لواحد واحد التخميلة كي كنقولوا هي هذيك، ترونات الأمور عندها وخاص الدار ديالها تريقل وتجمع. هي الله يحسن العوان ما مسالياش، فمنين كتكوني مشغولة فعلًا بأمور أخرى اللي هي أهم، اللي هي مثلًا وليدات كيتغداو يمشيو يقراو، المدرسة، مسؤوليات الدار، الزوج، يعني بزاف ديال الاهتمامات أخرى، فهنا مرفوع عليك القلم ماشي مشكل، هانية. ولكن كتلقاها هاد الأم منين شي نهارات كتكون مسالية، حنا كنا أمهات وعارفين، شي نهار مثلًا كيكون عندك الغدا، كتكون الحوايج مصبّنين ديجا، كيكون ما عندكش مشكل، عندك شوية ديال الوقت، هذاك الوقت في عوض ما تستغلّو هاد السيدة هادي وتنقص به واحد الحاجة من ديك المهام اللي تابعينها، لا، كتمشي دير فيه شي حاجة أخرى تافهة وتا من بعد تا نهار آخر باقي الحال، إمتى كتوعر هاد المرا وكيوليو فيها 10. نهار كتعرف أولا كتسيق الخبار أنه الضياف جايين، أسرع وقت كيتخدم فيه الشغل هو منين كيصوني لك شي حد شي ضيف ويقول لك أنا جاي، أولا كتعرف أنه جاي عندك شي ضيف، هذه هي الوقيتة اللي كي قلت لكم كتولي المرا super woman كتولي فيها 10. إذًا هنا كنعرفوا أن هذه السيدة مسوّفة، لأنها دارت هذا التصرُّف هذا فهي مسوّفة، لأنه كان عندها بزاف ديال الوقت تخدم فيه كل نهار شوية حتى تكمّل هذاك الشي اللي عندها، عوض أنها تخلّيه وتجمعوا عليها دفعةً واحدة. نتمنى تكونوا فهمتوني ويكون المثال واضح. آآ إيوا دابا غادي نشوفوا الجواب على السؤال الأهم، شنو هو الحل؟ لأن هذا المشكل فعلًا خاصو حل، ومشكل واقف على حل. مرحبا، أنا غادي نقول لكم الحل شنو هو، وطبعًا حل مجرّب كيف العادة من عندي. أنا مسوّفة وحتى أنا كنت كنتجاهل بزاف ديال الأمور الأساسية، ولكن الحمد لله بديت غادة في التحسُّن، بديت كنعالج بعدا النقط الأساسية في هذا المشكل.
إذًا أول حاجة شنو خصني ندير باش نفك عليا هاد الحريرة هادي، هي الاعتراف. نعترف لراسي أنني أنا مسوّف، نعترف ونتقبّلها وندخّلها لراسي على أساس أنها عيب خاصو يتصلّح، حيت شحال من واحد كتواجهو كتقول له أنت مماطل أولا أنت مسوّف أولا أنت فيك التأجيل أولا كيقول لك لا صاحبي راني مشغول، واش أنا كرهت أنا خاطري، أنا راه مشغول راه ما كنساليش، في حين ملي كتجي تقلّب في هاد الشغل اللي هو مشغول كتلقى أكتر من نصف نهارو كيمشي ربما فيديوهات في التليفون، ربما جموع، ربما كيلغى مجبّد ما كيدير والو، بزاف ديال الحوايج، إذًا هنا خاصني نعترف لراسي أنني أنا إنسان مسوّف وخاصني نصلح الموضوع. تاني حاجة هي خرج من الcomfort zone، خرج من منطقة الراحة، علّم دماغك يخرج من منطقة الراحة، ما تخلّيهش حابسك، واجه الحاجات اللي كتخاف منهم، وتيقني راه ما غادي يوقع والو من داك الشي اللي كتفكّر فيه، فهمنا؟ النهار اللي غادي نجي ندير واحد التجربة جديدة أولا ندير واحد الحاجة جديدة كيجيني تخوّف، تخوّف من النتائج، تخوّف شنو غادي يوقع، تخوّف كي قُلت لكم من قبل هاد التخوّفات راه دماغنا اللي كيصاوبها، راه سيناريوهات مخدومة ومحبوكة من طرف دماغنا، إذًا نحاول أنني نواجه راسي ونخرج من الcomfort zone، نقول لدماغي غادي نتغيّروا وغنتبدلوا وغندير ديك الحاجة وما غنسمعش ليك. أيضًا باش تعلّم دماغك يكتسب واحد العادات جديدة ويدخّلها لمنطقة الراحة وتولي عادية بالنسبة ليه، ديما أعطيه مكافأة، الله يعطيكم الستر وهاد القضية راه ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو آخر، قُلت لكم الدماغ كيعجبوه المكافآت، دماغنا طماع بهذا المفهوم، أي فعل درتيه، أي فعل كيف ما بغا يكون درتيه وطلّعتي من موراه الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، المرة اللي موراها دماغك هو اللي غيشجعك باش دير ديك الحاجة. علاش؟ باش ياخد المكافأة، لأن الكادو ديال الدماغ هو أنك تطلّع ليه الدوبامين، أن هرمون الدوبامين يطلع، وباش نكونوا متفقين على هذه المسألة وغنعطيكم مثال واضح بزاف، هو أنه الدماغ ما كيفرقش ما بين العادة الخايبة والعادة المزيانة، العادات اللي كتكتسبهم أنت حُر فيهم، بغيتي تكتسب عادة مزيانة راك غادي تكتسبها، بغيتي تكتسب عادة خايبة غادي تكتسبها، المهم عند الدماغ هو أنك إلا بغيتي تبني عادة أعطيه الدوبامين، وغنعطيكم مثال بحال التدخين. المدخن واش عارف راسو أنه هاديك العادة اللي كيدير مضرة بالصحة ديالو والّا لا؟ أكيد عارف. واش عارف بأنه كيأذي راسو وكيأذي صحته؟ عارف. واش عارف أنه كيتسبب لراسو أنه يكون عرضة لمجموعة ديال الأمراض الخطيرة وأهمها سرطان الرئة؟ عارف. هادشي كلّه هو عارفه. إضافةً للريحة الخايبة، إضافةً للإزعاج اللي كيسبب للناس اللي دايرين به، إضافةً أنه إلا كان كيكمي في الدار كيأذي ولادو، إضافةً بزاف ديال الحوايج، ولكن هو عاجبو الحال، دماغو كيحفزو أنه يدير ديك العادة، علاش؟ لأن النيكوتين في الدم كيطلّع هرمون السعادة، إذًا هنا une fois الدوبامين كيخدم، ها الإنسان كيحس براسو مقلّق، دماغو كيبغي الدوبامين كيصيفط له الميساج بالزربة الدوبامين باش يطلع خاصك تكمي. إذًا هنا الدماغ ما كيفرّقش، إلا كنتِ كتربط الرياضة بمكافأة في التالي ديالها، فكن أكيد أن دماغك غيشجّعك على الرياضة، كنتِ كتربط الفياق بكري بواحد المكافأة، فكن أكيد أن دماغك غادي يعاونك، في حين أنك إلا ربطتِ واحد العادة بغيتِ تبنّاها وربطتيها بالألم والتعب، فكن متأكد غادي تكون أول وآخر مرّة يمكن ديرها. وحتى إلا بغيتي ديرها مرة أخرى فغادي تلقى واحد الصعوبة كبيرة أن دماغك وجسمك يتعاونوا معاك ويتقبلوها، نتمنى يكون الميساج واضح. تالت حاجة نديرها باش أولا كنديرها أنا شخصيًا باش نتغلب على المشكلة التسويف، هي تقسيم المهمة، المهمة الشغل عندي ثقيل كبير كنجزّؤوه واخا كنجزّؤوه لأجزاء صغيرة ونبدا بالأهم كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل، التهم الضفدع الكبيرة أولًا، يعني ابدا بالحاجة المهمة ولو تكون صعيبة حيدها عليك واللي بقى كيجي خفيف وساهل، فهمنا؟ حيت كيف قلت لكم في الأسباب إلا رديتوا البال راه justement كنجاوب على دوك الأسباب اللي قلنا، دماغنا كيخاف من المهمات الصعاب والمهمات الكبار وكيبدا يعكزنا ويفشلنا. هذا علاش خصنا نضحكوا عليه، نمثلوا عليه بهاد اللعبة الصغيرة،
كمثال أنا ما كنحملش نطوي الحوايج، من أقبح الحوايج، أقبح المهمات عندي هو النهار اللي نكون غادي نطوي فيه الحوايج. طبعًا ما كنهضرش على سلة ديال الحوايج أولا ماكينة د الحوايج، كنهضر على بلاكار أولا ديك القلبة ديال الصيف الشتا والشتا الصيف، راكم كتعرفوها. فإلا بغيت نطوي البلاكار كلّه ما كنقولهاش بطريقة مباشرة، ما كنقولش أنا خاصني نطوي البلاكار، لأ، أنا كنقول أنا غنطوي طبقة وحدة في البلاكار، صافي. علاش كنقول هاد الجملة؟ كنقولها غير justement باش نمشي ندير هذاك الفعل. باش نوض ندير هاديك داك الفعل، ندير ديك l'action فقط، أنا هاد الشي اللي محتاجة، حيت أنا بإمكاني نطوي كتار من ديك الطبقة، ولكن إلا قُلتها لدماغي من الأول والله ما غيخليني نوض، غير هاد الفيديو، غير هاد الحاجة، غير هاد الشغل، غير نهضروا، غير نجاوب على هاد الميساج، غير نشوف هاد الفيديو، غير نشوف هاد الميل، غير هادي، غير هادي، كنصدق ما دايرة حتى شي حاجة. فمنين كنقول واحد الحاجة صغيرة، مهمة صغيرة محددة في الوقت وفي الشكل ديالها، كنوض نديرها صافي، سالينا. كنلقى راسي كمّلت ديك البلاكار بسهولة جدًا، وكنظن بأنه أغلبيتكم غادي يكون جرّب هاد القضية. حتى مثلًا منين نبغي نقرا، بالنسبة للناس اللي كيبغيو يقراو كيقول اليوم غنبريباري الماط، غلط. هادي ماشي ما كنقولوش بحال هاكا، ما كنقولوش اليوم غنبريباري مادة، لأ، غتحدد لدماغك أشنو باغي تبريباري، غنبريباري مثلًا l'introduction أولا التقديم ديال واحد الدرس معيّن، غادي نفهم واحد القاعدة معيّنة في الماط ونخدم عليها التمارين. فقط إلا قلتِ لدماغك هاد القضية غادي تنوض تخدم وأنت مرتاح، قديتِ كمّلتيها وقديتِ أنك تزيد شي حاجة أخرى، زيد مزيان، ما قديتيش حبس وغادي تكون على الأقل نقصتِ عليك واحد الحاجة، وعطيتِ لدماغك واحد التجربة مزيانة مع هذاك الموضوع، بديتِ في واحد الوقت محدد، ساليتِ في واحد الوقت محدد، ما رهقتيش راسك، ما تضغطتيش، يعني الدماغ ما خداش فكرة خايبة على الموضوع، وسي غادي تكون فرحان براسك لأنك درتِ واحد الإنجاز، وبالتالي هنا كاينة المكافأة. فالمرة الجاية دماغك غادي يعاونك ملي تبغي تكمّل على هاديك الخدمة اللي درتِ. وكاينة واحد الطريقة أخرى حتى هي جرّبتها الصراحة ونفعتني بزاف، نفعتني في المشكل ديال الفياق بكري. هي القاعدة ديال 5 الثواني. هي كيفاش البلان ديال هاد القاعدة، هي منين كتجيك واحد الفكرة ديال أنك تنوض دير شي شغل تابعك أولا شي مهمة تابعاك، قبل ما يبدا دماغك يعكزك كتحسب 5 ديال الثواني بالعكس، 5، 4، 3، 2، 1 ووقف. مجرد ما كتوقف كتنوض من بلاصتك صافي دماغك ما كيقدرش يحبسك. هاد القاعدة اكتشفتها واحد السيدة سميتها ميل روبنز واقيلا، ميل روبنز. كانت في حالة اكتئاب حاد من بعد ما فقدات خدمتها والشغف في الحياة وتفارقات مع السيد اللي كانت مزوجة به، بأش؟ بسبب التسويف. الضغط تجمعوا عليها بزاف د المهام وسبب لها ضغط كبير، وهاد الضغط دخلها في ديبرسيون خايبة، ولات جالسة غير في الدار وحالتها حالة وغير كتاكل وحداها الماكلة، كتاكل الماكلة مزنقة وتحطها حداها، يعني نتوما عارفين حالة الناس اللي كيكونوا في اكتئاب حاد. عافانا الله وإياكم. واحد النهار جاتها واحد الحالة ديال الحماس مفاجئة، وهي تحسب، دارت هاد الفكرة مع راسها، حسبت 5 ثواني وناضت قبل ما تجيها الفكرة المحبطة. وبدات كتجمع أول حاجة الروينة اللي دايرة بها، يعني اللي خصو يمشي البوبال يمشي، واللي خاصو يمشي للكوزينة يتغسل يمشي، وبدات تنقي الأمور حداها، حلات الشراجم، هاوات الدنيا، فحست بالفرق وبدات النفسية ديالها كتقاد. ومن بعد ما استمرت على هذه القاعدة وتعالجت، كتبت لينا هذا الكتاب الرائع على هذه التقنية الرائعة، صراحة زوين كنصحكم تقراوه. أنا قريت غير الملخص ديالو ولكن صراحة واعر، سميتو The 5 Second Rules، قاعدة ال5 ثواني. وهي بتجربة طريقة فعّالة كيف قُلت لكم، عاوناتني في المسألة ديال الفياق بكري. راه كنت كنديرها باش نوض، باش ملي يصوني الريفي قبل ما تعاود تجيني ديك يالّاه نرجعو نعسو واحد شوية، une fois كيصوني الريفي كنبرمج دماغي أنه يحسب 5 ثواني ونوض، صافي غير كنوض ما بقى لي ما نرجع نعس. من بعد وليت نفيق أنا قبل من الريفي أولا كنسبق الساعة ولا كنسبق الفجر. يعني الحمد لله نفعتني بزاف هاد القضية، جربوها. ورابع حاجة وأهم حاجة وآخر حاجة خليتها للتالي باش نختم بها، وهي باش نقضيو المهام ديالنا أو نقضيو الأمور المستعجلة عندنا، هي التوكل على الله عز وجل.
باش نكونوا فاهمين، لأن هذه المسألة ديال التسويف والتأجيل كيحذّرنا منها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف كان أغلبكم كيعرفوه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني حاول دائمًا تستغل الحاجة اللي عندك قبل ما تمشي. وحنا كنبقاو نأجلو، نأجلو، نأجلو حتى كتمشي. الصحة ما دايماش، الصغر ما دايمش، الفلوس ما دايماش، والحياة ما دايماش. كلشي غادي يجي واحد النهار وغادي يسالي، وأنت متبوع بزاف ديال الأمور، فاللهم اغتنم الفرصة، اغتنم هاداك الشي اللي عندك، و وتفادى أنك تأجل، لأننا كنأجلو للخوا الخاوي، ما كنستافدو حتى شي حاجة من التأجيل. والإمام مالك كان كيقول: التسويف جند من جنود الشيطان. كيقول بأن الشيطان كيدخل للدار، ومنين كيخرج كيخلي فيها واحد الجند من الجنود ديالو، واحد الجنيد صغيور اللي مشخوط وكيتلفنا على شغلنا اللي هو التسويف. علاش؟ لأن الوحيد اللي عنده مصلحة يخلينا ملهيين وفي غفلة، وما نفيقوش وما نعرفوش الأمور شنو داير فيها وحياتنا شنو واقع فيها، ونسيطروا على أمورنا ونديروا حاجات جديدة ونطوروا ونتقدموا ونزيدوا لقدام. هو الشيطان لعنه الله. هذا علاش خاصنا نتوكلوا على الله ونجاهدوا النفس باش نفيقوا شوية، حيت حتى واحد فينا ما ضامن غدا. أحبابي الأعزاء، نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكيف العادة من القلب شاركت معكم تجربتي وأي حاجة عرفتها على هذا الموضوع. كنتمنى نكون فدتكم، آه، ولو غير شوية. كيف العادة كيف كنقول لكم ديما نتمنى تكون إفادة. شاركوني تجاربكم وآرائكم وانتقاداتكم حتى هي على الراس والعين عفوا. كنفرح بزاف ملي كنشوف لي كومونتير ديالكم. إلا كنتم مازالين كتسمعوني حتى لهنا فشكرا بزاف على وقتكم، أحبكم في الله، ودمتم في حفظ الرحمن، وإلى اللقاء.